لما تيجي هي دلوقتي بقى تتكلم في كلام ما يصحش من بني آدم يقوله، عشان فنانة أصالة مساندة للثوار وعملت أغاني في هذا الشأن، يعني إيه ده يا جماعة؟ ده إيه ده؟ إيه ده إن أنا أوصل لمرحلة زي دي عشان أساند نظام ما مستبد، أخبط في بنت بلدي؟ من أصالة؟ لا أصالة لها، لا أصالة لأحد. الله يعطيه الصحة وطول العمر ويحميه. أنا مع بشار بعشرات الأسد السنين ومع معمر القذافي ومع كل حاكم. لو رئيسي معمر القذافي نعم أنا معه ضد ما يحدث في ليبيا اليوم، شو رأيك؟ مع كل الشهداء ومع كل لا اسمع لي أقول لك مين الشهداء؟ مين؟ في دم، الليبيين في دم. من يا أخي ما تخلط الأوراق. مش ضد الدكتاتور اللي ضد شعبه؟ بيني وبينه حساب، هو بعدين شعبي يقوم يحاسبه يعني في جوه. وعلى اعتبار ان القذافي قعد 41 سنه بيحكم ومبارك يقعد 30 سنه 100 سنة يقعد 300، لكن 100 سنه 300 يقعد زي ما هو عايز، شعبه يقوم زي ما هو يحاسبه، عايز؟ شعبه يقوم يحاسبه كويس. وهو بقى والمعتقلات دي والسجون يقوم والقمع يحاسبه الامني. شعبه. ما حصلش عندنا قناصة، حصل في مصر. ده حصل دبابات عندكم. اسفة دبابات راحت تحمي الريف اللي انت ما تعرفش داخل من حدوده ايه. اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور. اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور. قد سجلت الفنانة السورية أصالة نصري مشاهدينا أغنية جديدة دعما للثورة السورية بعنوان لو الكرسي تحكي. وتقول نصري إن الأغنية نابعة من قناعتها الشخصية، فهي تؤكد أن ما أسمته نظام الاستبداد يجب أن ينتهي. والحقيقة الثورة، موضوع الثورة عاد إذا بدنا نحكي فيه تحديدا، إنه لما الثورة قامت بسوريا أنا كنت أساسا هي موجودة، يعني موجودة جواتي الثورة، فأنا قمت معاهم. ولما انكتب هذا الكلام يلي هو نوع من أنواع التهكم له علاقة بسوريا تحديدا بالنسبة لي أنا، يعني حسيته بثواني. لا يعني أسرع مرة بختار فيه أغنية بحياتي، وأول مرة بلحن عموما. بتزعل ثوار، بتزعل ناس دفعوا ثمن أرواح لأهاليهم واللي حواليهم، ثمن كلمة ما بيعرف، هو ما بيعرف اللي حواليه. هن الكاريكاتور المشهور العالمي علي فرزات وقت اللي قال كلمة ضربوا مثل ما كل الدنيا بتعرف. فهذا نظام الاستبداد المفروض انه ينتهى، والمفروض اذا الرئيس ما بيعرف يسأل. اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور. اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور.